مشروبك المفضل وورقة وقلم وتعاليلي. اظن ان اللي انتي محتاجاه دلوقتي هو روتين يغيرلك حياتك ويقلبلك منظورك عن الحياة. اول واهم حاجة انك تعترفي انك عايزة تتغيري، ما تقوليش انا كده تمام ومش قادرة ولسه هعمل جلو اب بقى وحاجات كده انا هقعد على السرير. لا، اعترفي انك عايزة تتغيري واعترفي انك حاسة انك عايزة تغيري عقليتك، وصدقيني كل حاجة هتيجي ورا بعض. اول ما بنبدأ تحدي جلو اب بنعمله بقى 30 يوم وبنعمله صارم، وكل يوم بقى كل اسبوع حمام مغربي وكل يوم شرب مية، والحياة المثالية بتبقى قدامك يافطة كبيرة كده. عايزة اقولك انك هتفرحي بده كله لمدة يومين وفي الاخر هتقعدي على السرير ومش هتعملي حاجة. ليه؟ لانك عاملة جلو اب بعد ما كنتي حرفيا طول اليوم قاعدة على السرير وماسكة الموبايل وبتسكرول، فجأة بقيتي نشيطة، بتقومي وتصحي وتيجي وتروحي. ده مش طبيعي ولا ليكي ولا لجسمك. ابدأي واحدة واحدة وما تضغطيش على نفسك عشان تعرفي تمشي لقدام. زي مثلا ان انا هاخد النهاردة everything shower، وممكن تستخدمي السكراب ده ب25 جنيه وتحفة تحفة تحفة، وفي منه انواع كتير. النهاردة انا هاخد everything shower بالنسبة لي انضف جسمي وهطلع فعلا هغير عقليتي. تغيري من جوه قبل من بره، عشان من بره مش هيفرق لو انتي متغيرتيش من جوه. من اهم الحاجات اللي فعلا اسمها تغيري من جوه انك وانتي داخله مكان، طالما انتي عارفه انك ريحتك كويسه ونضيفه وانك لابسه الاكسسوارز بتاعتك، ده مكان عادي مش المدرسه، حتى لو المدرسه ممنوع فيها الاكسسوارز، انك داخله لبسك مكوي ونضيفه. اعرفي ان وكمان شعرك متسرح، دي حرفيا الشعر بيغير الشكل تماما. الشعر ده اكتر حاجة بتغير الشكل 1,000,000%. انا في ناس ما بتعرفنيش لما بغير التسريحة اللي بعملها على طول، فعشان كده دايما بنصح يا جماعة اهم حاجة الشعر يبقى مترتب ومتسرح. ادخلي طالما انتي عارفة انك فعلا كده، ادخلي وما تخليش حد يهز ثقتك في نفسك. ما تخليش واحدة تيجي تقولك انتي طالعلك حباية النهاردة شكلها بشع، بيطلعلك قنابل مش حبوب. بس انا بحب شكلي كده وبعدين انا بعالجها، اظن ان انا بحب كده. حاولي تردي عليهم، مش تقللي من نفسك وتقولها عندك حق والله ده انا بيطلعلي حبوب قنابل. تقللي من نفسك عشان بس تخليهم يضحكوا وتخلي القعدة كلها تضحك. لا خالص، ردي عليهم قدام القعدة كلها وفهميهم انه انتي بتحبي شكلك كده، وانه انتي حابة شكلك كده. صدقيني هتبقي بالنسبة لهم كوين، بجد كوين. وما تروحيش تقعدي مع حد هو مش عايزك، ما تروحيش تقعدي مع بنتين مثلا هما لوحدهم وانتي قاعدة لمجرد انك قاعدة معاهم بتحاولي تقربي منهم. ابعدي عن اي حد مش عايزك، خليهم هما اللي يجولك مش انتي اللي تروحي لهم. طب خلينا نسيب النصايح البسيطة اللي ممكن تتفرجي عليهم في الفيديوهين اللي فاتوا، الفيديو ده والفيديو ده، وتعالي انا بقى اقولك الفيديو ده احنا هنعمل فيه ايه. هعملك فيه روتين هيغير حياتك ونظافتك الشخصية مبدئيا كده. ويمكن اهم حاجة الشاور، كل يوم احنا بناخد شاور، كل يوم شاور، وده مفهوش نقاش ما بيني وما بينك، كل يوم شاور. الفرق بقى ان على حسب شعرك، يعني في شعر كيرلي بيتغسل مرتين في الاسبوع، وفي شعر كيرلي بيتغسل 3 مرات في الاسبوع. لو الفروة دهنية قوي بيتغسل 3 مرات في الاسبوع، وفي شعر بيتغسل مرة واحدة في الأسبوع. فشوفي انتي شعرك محتاج ايه. أنا بالنسبة لي أنا 3 مرات في الأسبوع، بيتغسل 3 مرات في الأسبوع، وباخد شاور كل يوم. مش لازم اغسل شعري، بلبس البونيه اللي هو مش الستان، البونيه اللي هحطلك صورته هنا ده بلبسه عادي، وبدخل اخد شاور عادي جدا وشعري ما بيجيش عليه ميه. او حتى لفي شعرك حطي عليه كيس عادي، كيس والتاني والتالت احتياطي، والبسي فوقهم باندانة عشان تكتمي الاكياس دي كلها، واغسلي جسمك ولا هيحصل اي حاجه. لكن لو بتغسلي شعرك كل يوم فده غلط جدا، وخصوصا بقى لو بتستخدمي كونديشنر كل يوم، لان ده هينزل شعرك كده كله، وتيجي تستغربي تقولي هو انا شعري مش بيتقل ليه. طيب احنا بنعمل ايه بقى في الشاور؟ اهم واكتر حاجة مهمة في الشاور هي الشاور جل. ما تسمعيش كلام اللي بيقولك الشاور جل مش مهم. الشاور جل اللي فيه ريحة او فيه سنت هو اللي مش مهم، لكن الشاور جل مهم. هحطلك هنا ده مثلا، ده تحفة وكبير قوي، حجمه كبير قوي قوي، وممكن تاخديه للعيلة كلها وبيكفي وقت كبير. طيب انتي بشرتك حساسة وعايزة حاجة ليكي انتي تبقى عندك في الأوضة وتستخدميها لما تروحي يعني الشاور، استخدمي ده من دوف، تحفة تحفة تحفة، اللي هو من غير سنت خالص. متستخدميش حاجة بسنت لو انتي بتتحسسي، وكمان مش لازم تستخدمي اصلا بسنت. طيب تاني حاجة والناس كتير بتتكلم عليها الصابون.
الصابون لحد اخر فترة انا بجد كان كل الناس بتتكلم عليها. في حاجات فعلا مهمة قوي ومن اهمهم انا واحدة عندي ستوك من صابون دوف وستارفل، دي تحفة قوي، بتشيل اي حبوب في الجسم او وبتخفف جدا من جلد الوزة، تحفة وسعرها بسيط، هسيبلكوا سعرها هنا تمام كده. بتوع دوف ده بقى، فانت لو هتختاري ما بين دي بالذات ولا دي فاكيد هقولك دي. ليه؟ لان هي في نفس الوقت بتخلي ريحة الجسم كويسة وتنضف الجسم كويس قوي، اللي هي الرمان دي بالذات بتنضف الجسم كويس قوي قوي قوي. لو هدفك الريحة بالنسبة لدوف فهي بتنضف وبتسيب ريحة كاكاو كده حلوة قوي قوي قوي. عامة انا بحب صابون دوف كله، وهسيبلكوا سعرها برضو هنا، عندي منه ستوك، ودايما عندي دراج مليانة صابون دوف، جيبي واحدة وغيريها بجد تحفة. بما اننا دخلنا في الجسم على طول ولسه الشعر والبشرة، فعايزه اقول لكم حاجه مهمه بالنسبه للليفه، ودي اهم حاجه. لو مضطره تستخدمي الليفه اللي انا هحطلك صورتها هنا دي، مضطره يعني اضطرار خلاص، مع ان هي بتجرح الجسم وبتجمع بكتيريا وحاجات كتير قوي، محتاجه عنايه قوي عشان ما تطلعلكيش حبوب. بس المهم لو مضطره خلاص جيبي الطويله منها قوي وقطعي منها مربع قد كده بالظبط، قد كده. وبعد ما تغسلي بيه جسمك بالراحه خالص، لان هي بجد بتجرح الجسم بالراحه، هتنشفيها كويس، هتحطيها تحت الميه وتعمليها كده، تنشفيها كويس على قد ما تقدري، وما تسيبيهاش في الحمام جنب ميه او اي حاجه عشان هتجمع بكتيريا. حطيها في مكان فيه شمس وبعيد تماما عن التراب والميه وكده. طيب لو مش هستخدم دي، في اللي هي الليفه دي ماشي، دي كويسه وكل حاجه، بس برضو بتجمع بكتيريا ومحتاجه، هي ما بتجرحش الجسم صراحه، بس محتاجه اهتمام، زي ان هي تتساب في الشمس بعيد عن الميه وبعيد عن التراب. طيب ايه البيرفكت ليفه واللي انا نفسي بستخدمها؟ اقول لكم ان الليفه دي انا اكتشفتها بعد تعب تدوير، واكتشفتها بعد حبوب جسم كتير جدا. الليفه دي الليفه السيليكون، هي ليفه تحفه، بتنضف الجسم كويس قوي، بصوا هي سيليكون خالص اهي، وفيها دي بترغي كويس جدا يا جماعه. بحط نقطه من اي شاور جل، حرفيا بتخليه شاور جل يعني مش بيرغي بس، بيرغي جدا، بتخليه قد كده، بحط نقطه قد كده بتخليه قد كده حرفيا. سعرها كان بسيط قوي، بيختلف سعرها من مكان لمكان، بس في ناس بتبيعها ب25، في ناس بتبيعها ب40، بس مش اغلى من 40، ما بتوصلش ل80، عشان شفت حد بيبيعها ب80، لا ما بتوصلش ل80. ما تحطيهاش في التويلت، عامه اي ليفه ما بتتحطش في التويلت جنب الميه، انا بحطها في علبتها كده واحطها فوق التربو عندي هنا جنب الهوا وكده، وتبقى في مكان متهوي تماما وبعيد عن الميه والتراب، عشان كده بحفظها في علبتها واحطها هنا او في مكان فيه هوا. طيب انا قلتلكوا على سكراب كويس، عايزه حاجه بقى للاكسفولييتنج للجسم وفي نفس الوقت تبقى كويسه وما تجرحنيش، بعيدا عن الدراي براش. دي انا بشوفها بديله للدراي براش. الاكسفولييتنج جلافز برضو رخيصه قوي، في ناس بتبيعها ب100، في ناس بتبيعها ب50، بس هي مستحيل تعدي ال150 او 100، وانتي وحظك هتجيبيها منين، لان في ناس بتبيعها ب50 وب25، بس بصراحه انا مبثقش في اللي ب25. جيبي اقل حاجه هي 50 عشان تبقى اصليه، ان هي بجد لازم تكون اصليه، لان لو مش اصليه هتجرح لك جسمك جدا. انت ممكن تجيبي كل حاجه من امازون او نون، هيفرق معاكي قوي. امازون او نون بثق فيهم، بس يعني ما تسترخصيش فيهم، كده اغلى حاجه في امازون هتبقى ارخص حاجه بالنسبه لك من بره. هي بتتلبس كده يا جماعه، عايزه اقول لكم ان هي بتحط، حتى لو ما حطيتيش عليها، حطيتي على جسمك او بعدها الحمام المغربي او كده وعملتي كده، هيطلع حاجات فظيعه. انا واحده بستحمى كل يوم وبيطلع كميه جلد ميت مش طبيعي، لان الجلد الميت ده محتاج سكراب واكسفوليتنج اكسفوليتنج جلافز او تاول او اي حاجه. الاكسفوليتنج تاول حلوه، بس انا مش بشوفها الاستخدام اليومي، فعشان ما تضيعيش عليها فلوسك ممكن تجيبي ده وتاول تانية. طيب خلينا ندخل بقى في الحته الاهم وبجد المهمه جدا. مش لازم تستخدمي مليون حاجة في الاكسفوليات زي ما قلتلك، المهم خلينا ننقل لحتة تانية وهي الترطيب. جماعة رطبوا بأي حاجة بعد الشاور، أي حاجة. في مرطب أنا اكتشفته في الفترة الأخيرة بيتباع من 190 ل250 على حسب برضو هتجيبيه منين، ممكن تجيبيه من أمازون عادي. الجلايكوليك أسيد بتاع نوفيرا ده تحفة قوي. المهم خليني أقولك على المرطب ده، وهو ترسس في 25% يوريا، 25% يوريا، يعني مش قادرة اقولك على الترطيب. بيشيل مسامات الايد، بيتحط على الاندر ارم عادي، بيشيل الاسمرار بتاع الكوع والركب والاكواع والركب والاندر ارم، وكمان بيتحط على كعب الرجل بيخليه متزحلق، خصوصا مع سيليكون
اللي هو شراب سيليكون، او حتى حطيه في ايدك وتلبسي جوانتي سيليكون، او حطيه على رجلك وايدك من غير ما تلبسي حاجه عادي. يا سلام لو دمجتي معاه جليسرين، او ما دمجتيش معاه جليسرين بقولك 25% يوريا، انت متخيله يعني هيرطب هيخليها متزحلقه. بحطه على جسمي كله بجد. ويا سلام لو استخدمتي قبله جليكوليك اسيد بتاع نوفيرا، ده رخيص قوي وحلو قوي، بحطه على قطنه. هو من الحاجات الاختياريه، نوفيرا جلايكوليك اسيد التونر ده من الحاجات الاختياريه، بس عايزه اقولك ان هو تحفه قوي، ولو في ايدك تجيبيه فهو جميل لانه للبشره، للحبوب اللي بتبقى هنا، وللاندر ارم بيضيع الحبوب اللي فيها وبيخليها بجد بيضه بياض فظيع. بيتحط مرتين في الاسبوع، ولسه اول مره تستخدميه مره في الاسبوع، تاني اسبوع مرتين، تالت اسبوع 3 مرات، لحد ما تقفي على 3 مرات. ضروري قوي يتحط بعده مرطب، ما بيتحطش لوحده. بتحطيه على قطنه كده، اي قطنه عادي جدا، وبعدها تمسحي بيه الاندر ارم او الركب او الاكواع او حتى كعب رجلك او ايدك عادي جدا. وبعدها بترطبي بحاجه فيها يوريا عشان تقفل عليه. انا بحب ترسس قوي قوي قوي. اتحداكي من موقع هذا، اتحداكي انك تلاقي حاجه 25% يوريا غير ترسس، مش اعلان والله العظيم، بس انا اعلى حاجه شفتها كانت 20% يوريا، وكانت من يوريتشي. ده الحاجة الوحيدة اللي شفتها اللي هو كاربامايد ده، بس الحاجة الوحيدة اللي شفتها 20% يوريا، غير كده انا عمري ما شفت حاجة 25%، فده بالنسبة لي اختراع. على فكرة انت مش محتاجة حاجة تاني لجسمك اكتر من كده، ان يبقى ليه مرطب، ولو عايزة زيادة جلايكوليك اسيد، وخلاص على كده. عايزة تجيبي هاند كريم تحطيه في الشنطة، ممكن تجيبي هاند كريمز زي دي، بحبهم قوي وبتعامل معاهم عادي. واكيد بتاع كيرن مور اللي هو بالفراولة ده تحفة، واللي باقي السنس هحطلكوا صورهم هنا. عامة هو تحفة وكل حاجة، بس انا بالنسبة لي هو سنت اكتر او ريحة اكتر، مش بيرطب قوي، فبحب اكتر بتاع ايفا او بتاع بوبانا. كده خلصتي روتين الجسم، ومش محتاجة اقولك ان البشرة مفيهاش اختراعات غير غسول ومرطب وصن بلوك. وموضوع البشرة ده هنتكلم فيه في فيديو لوحده، والشعر في فيديو لوحده، فاستني الفيديوهات الجاية، ولو عايزين نتكلم عن حاجة تانية اكتبيلي في الكومنتس. بس كده انا خلصت كلامي، ويا ريت تكوني حفظتي كل حاجة، لان انا جايبالك من الاخر في حوار الجسم ده عشان ما تتعبيش كتير وتجربي كتير وفي الاخر تندمي. اكيد ما تنسيش الديودرنت بتاعك، انا برشحلك كل دول، في منهم الغالي وفي منهم الرخيص، اغلى واحد فيتشي، كل دول حلوين قوي وانا اتعاملت معاهم وهم تحفه صراحه. الديودرنت برضو من اهم الحاجات اللي انا اصلا مرضتش اتكلم فيها، عشان عارفه انك ومتاكده انك حطاها نمبر 1. عايزه تجيبي بادي سبلاشز، فممكن تجيبي بتوع ايفا حلوين قوي وتقريبا ب100 او حاجه، وممكن تجيبي واحد صغير عادي من اي مكان وتستخدميه وتبقي تبدليه عادي برضه، بس الصغير بحسه اغلى من الكبير على حجمه يعني، فممكن تجيبي الكبير وتستثمري فيه وخلاص. وجيبي واحد ب200 ب100، مش لازم تجيبي حاجه سعرها عالي، ممكن تجيبي 100 او 200، وهتلاقي اسعار اقل. تدوري بس انتي في المحلات، واكيد هتجيبي بتاع ايفا، لان ايفا اقل اسعار مقابلا، يعني مش اقل اسعار في السوق، بس هو مقابلة بسعره وثباته فهو حلو. المهم انتي كده خدتي كل حاجة ليها علاقة بالجسم، مش كل حاجة من ناحية الشعر والبشرة، بس شعر البشرة نتكلم عليهم في فيديو تاني. يا رب تكوني حفظتي، وبس كده. استنيني في الفيديو الجاي، لو عايزة اي حاجة تسأليني عنها اكتبيها في الكومنتس، ولو عايزة الكومنت بتاعك يطلع الفيديو الجاي فاكتبي الكومنت بتاعك، قوليلي طلعيني وانا هطلعك الفيديو الجاي. باي ماي جلويز.